السلام عليكم أزول بونسوار تو الموند. اليوم في هيا بنا نقرأ جبت لكم كتاب صغير صغير بحجمه لكنه كبير بمحتواه. l'arbitraire. التعسف. بشير حاج علي édition La bouteille à la mer. بشير حاج علي من مواليد 1920 بدوار أيت حماد أسفون. ككل الجزائريين بدا بالمدارس القرآنية ومن بعد كان il aurait pu devenir instituteur لكن ما حبش. Il a refusé l'injustice, le colonialisme, وجود فرنسا في بلادنا. دونك التحق بصفوف لايلان رغم أن أفكاره كانت أفكار يسارية بحتة. لكن اختيار هذا الكتاب سي با فورتوي. الجميل فيه أن لا بريفاس تاعو مهمة جدا. الافتتاحية تاع هذا الكتاب مهمة جدا، لذلك سوف نقرأها مع بعض بكاملها. Il y a à peine un peu plus de 3 mois, il y a à peine un peu plus de 3 ans, notre pays sortait d'un long calvaire. Donc, à la préface, كتبت 3 سنوات بعد الاستقلال. Dans l'esprit de la plupart des Algériens, c'était avec la fin du cauchemar colonial, le commencement d'un règne de liberté, d'une liberté à organiser. مع نهاية الاستعمار كانت بداية حلم الحرية. هذه الحرية التي يجب علينا أن نبنيها مع بعض. C'était d'abord la fin de tout ce qui incarnait l'arbitraire colonialiste. نهاية كل ما كان يمثل التعسف الاستعماري. L'exploitation, الاستغلال, la répression, القهر, les prisons, السجون, les humiliations et aussi la torture. الإهانات وكذلك التعذيب. Hélas, les choses ont évolué autrement. لكن للأسف الأمور كانت وأصبحت غير ما كنا نتمنى بعد الاستقلال. Une vérité éclate de nouveau à nos yeux. هنالك حقيقة جديدة انفجرت أمام أعيننا. L'Algérie a été libérée au prix de ce que l'on sait. لقد حررنا بلادنا ودفعنا ثمنا باهظا من أجل حريتها. Mais les Algériens sont encore loin d'être libres. حررنا الجزائر نعم، لكن الجزائريين مازالوا بعيدين كل البعد عن الحرية. 3 ans à peine après l'indépendance, 2 ans après l'adoption de la constitution de la République algérienne démocratique et populaire, on torture de nouveau en Algérie. مازلنا نعذبوا في الجزائر. Le phénomène malheureusement n'est pas accidentel. Le phénomène où يهضر على التعذيب. Bien au contraire. قال لك باللي التعذيب ما جاش بارازار، ما جاش اكسيدونتيلمون، ما جاش هكذا تو دانكو سوبراباتيزمون. لا. Il est le fruit d'un système implacable et organisé. التعذيب في بلادنا هو ثمرة مؤسسة bien rodée et bien organisée. Que ce soit à la villa du quartier général à Poisson, في البيار، à l'ancienne villa de la DST de France, فرنسا، à Bouzerrea ou à l'ancienne villa Pierre-Claude Wahran. Les dispositifs, à quelques variantes près, présentent le caractère uniforme de système organisé.
عندما تروح لهذيك الأماكن اللي عذبوا فيها الجزائريين هنالك تنظيم محكم، كل شيء موجود في بلاصتو، الطابلة، لا بينوار، الأذيال تاع البقر كرمكم الله، الشيفونة، التريسيتي، الكلاب، الرشكلو، كل شيء موجود في تلك الأماكن، كسوا في ألجي، في وهران، والله في كل مكان كان العذاب هو الحكم. التعذيب معذرة. سال دو تورتور اميناجي، هنالك أماكن للتعذيب بيان اميناجي، مخدومة مليح ومستفينها مليح. سيستème de la baignoire, dispositif d'électricité, manche de pioche taillée pour la suspension en chien de fusée. يركبوك كي الكلب في فوق المكحلة، فوق الفيزي كما يقولوا القور. كروشي بور لا بونديزون بلافون، الكروشي كما يركبوا الكروشي يركبوا فيه الكبش، هكذاك هما كانوا يركبوا الناس. كاسك ألمون، لو كاسك ألمون يعذبوا بالكاسك ألمون، يحطوا لك الكاسك ألمون فوق راسك ويضربوك بالمارطو حتى المخ تاعك يتخلخل. نار دو بوف، بوندو فيزون اوفيس دو كاغول، يبونديو لك وجهك. Il nous faut passer sur ce répertoire qui est loin d'être épuisé. والقائمة طويلة جدا. رانا نهضروا على بلادنا، وعلى الطرق تاع التعذيب 3 سنوات بعد الاستقلال. Deux hommes président d'une manière directe à cette organisation scientifique de la torture. منظمة علمية للتعذيب. شكون اللي يسير فيها؟ خليف alias commandant مرباح، ancien membre des services de renseignement du MALG. Le MALG, ministère de l'armement et des liaisons générales du GPRA. وين كان موجود؟ في المغرب. بوصوف، بومدين، بوتفليقة، يقصدي مرباح. والمالك à Tunis, responsable nominal de la sécurité militaire, et Ben Hamza, alias capitaine Amirouche, ancien élève de l'école militaire de Saint-Mexan pendant notre guerre de libération. هذا ضابط فرنسي كان في العسكر تاع فرنسا ولا بروفيسيونيل تاع التعذيب. Où il a certainement bien appris ses leçons de guerre psychologique, responsable de ce qu'il nomme le domaine opérationnel. Pour la situation présente en Algérie, elle est liée aux contradictions qui secouent de nouveau notre société et aux procédés antidémocratiques qui prévalent dans notre pays. هنالك أمور في بلادنا ما حليناهاش لحد الساعة، ما تحلتش 3 سنوات بعد الاستقلال، وبقينا نعيش في هذه التناقضات، les contradictions. هذه التناقضات التي جعلت من ثورتنا التي كانت تؤمن بالديمقراطية بالحلم بالأمل، والتي تستعمل كل الأمور البشعة التي كان يستعملها المستعمر ضد المواطنين الجزائريين. وعلاه qu'est-ce qui a fait de ces gens-là اللي هزوا سلاح من أجل الحرية والديمقراطية واحترام الإنسان يوليوا يعذبوا الإنسان. C'est ainsi que nous distinguons 2 catégories hiérarchisées dans le corps des tortionnaires. كاين زوج كبانيات عند المعذبين، les professionnels تاع التعذيب. Il y a ceux qui acceptent de faire de cette sale besogne leur gagne-pain. كاينين الناس يعذبوا لقوت بطنهم وكرشهم وجيبهم، ويقول لك كاين نوكل في الأولاد وهذه الخبزة هكذا جات. هذا الصنف لا زال موجودا لحد الساعة. وعلى راك تضرب في الحراكيست، والله هذه الخدمة. وعلى راك تسب فيهم، والله راك قالوا لنا من الفوق سبوهم. وعلى راك تسكر في راديو ام، والله قالوا لنا شمعوا جد بابها رانا شمعناها. والله راك تحبسوا في لي جورنو تسكروا فيهم. نسيت ما قلت لكمش، بشير حاج علي كان يكتب
في ليبرتي، في الجورنال ليبرتي في الخمسينات، وسجن على يد فرنسا في 1955 ولا 53 إن لم تخني الذاكرة. وكان في لا كلونديستينيتي دورون توت لا بيريود تاع لا ليبراسيون تاع لا غير دو ليبراسيون ناسيونال. دونك مجاهد كان ريزيستون، لكن عذبوه بعد الاستقلال. والناس اللي عذبوه فريقين، فريق يعذب ويقول لك أنا خدمتي هذا هو الذي الخبزة أني نوكل في ولادي، وفريق الآخر et ceux qui ont à défendre consciemment ou non des positions sociales et des privilèges que leur confère le pouvoir de tels appareils. لم يتغير شيء من 65 وإحنا عايشين في نفس الأسباب. كاينين جماعة مع بوتفليقة باسكو يقول لك باللي هذا هو أنا رانا نسلكو، أنا نخدمو رانا نسلكو. وكاينين جماعة ينتفعوا من هذه المصالح، راهم دوكا نصهم راهم في الحبس ونصهم راهم هاربين، ويعطيهم 5 سنين و10 سنين وداو الملايير مليارة، وواحد يكدس الطماطم يعطيوه السجن المؤبد ويقول لك هذه دولة العدالة والقانون. دونك يا توجور في الجزائر وفي الدول التي تستعمل التعذيب كأداة لانتصار الثورة، ولا توجد ثورة انتصرت وهي تستعمل التعذيب، كما سوف نأتي في الأوراق التي سوف نقرأها. Comme partout ailleurs, le premier se retranchant derrière leur rôle d'exécutant يقول لك أنا والله غاش اكزيكوت، يجيني الأمر نكزيكوتيهم برك نطبق فقط. دونك ربي على باله باللي أنا خاطي، ولولاهم لما ظلموا. والآخرين les seconds eux trouvent des fondements à leurs actions dans l'arsenal idéologique de l'Occident capitaliste, dans sa croisade antisocialiste, à côté de leur langage ordurier, fils de, etc. يا ولد كانت تستعمل في 65 ضد الجزائريين، نعم. apparaissent constamment deux vocables politiques. نحكي لكم في 65 واش كانوا يقولوا للناس اللي كانوا يعذبوهم، واش كانوا يقولوا لهم؟ سمعوا مليح: subversion et agent de l'étranger, qui donne une idée de la nourriture spirituelle de ces chefs tortionnaires. Vous êtes des agents de l'étranger. اليد الأجنبية. وقتها 1965 1963 1964 1965 1966 1967 حتى 1999، وما عذبوا في الجزائريين باسم اليد الخارجية. ولات هذه الاسطوانة من جديد، حيث أدرج الجزائريون في خانة الإرهاب. لماذا؟ لأنهم تسير فيهم اليد الأجنبية الخارجية. Déjà avant ce jour, en 1955, في 1955, nous avons eu à subir la torture des mains de la DST. La DST اللي عذبتنا في 1955 et la répression dans les prisons colonialistes. C'était dans la nature des choses. Le contraire aurait été plutôt étonnant. كان بالنسبة لنا الأمر طبيعي، فرنسا تعذبنا، مستعمر. Par la suite, dans les maquis de la ولاية 3، وهذه أول مرة نقرأها في كتاب كتبه جزائري، كل هذه الأمور التي منعوها من الولوج إلى ذاكرتنا وفكرنا. ثورتنا المظفرة، ثورتنا الطاهرة، ثورتنا التاريخية الأبية، ثورتنا extra mondialiste. في la ولاية 3, nous avons vécu la plus effroyable des histoires macabres qu'ait connue la Révolution. La liquidation de 2500 officiers, sous-officiers, soldats et moussabilines, maquisards, sous la tragique et calomnieuse accusation de bleu. La bleu 8, يجي الوقت نحكي لكم عليها. فرنسا طيشت رسائل باش يقراها مع ميروش وصحابه ويقولوا لهم باللي المسبلين هذوك 2500 من خيرات شباب الجزائر، اما كل يخدموا مع فرنسا. واش دار لهم مع ميروش وصحابه؟
قتلوهم وفرنسا تضحك. C'était de la manipulation. Certains ont vu dans cette affaire un accident de l'histoire. Erreur. L'histoire est faite par les hommes. Et comme le souligne Bachir Hadj Ali dans son texte, c'est dans les systèmes sociaux et les régimes politiques que se situent les germes de la violence. في الأنظمة السياسية والأنظمة الاجتماعية هنالك بذور تاع العنف. في النظام السياسي الجزائري الاجتماعي هنالك بذور تاع العنف، بدءا من العلاقات في العائلة، ونروحوا العلاقات في الشارع، وروحوا العلاقات بين الجيران، وروحوا العلاقات تاع لابوليس مع المواطن، والعلاقات تاع المواطن مع الإدارة، والعلاقات تاع المير مع المواطن، والعلاقات تاع الوالي مع المير. Tout ce système politique et social est bâti sur la violence. البوليس يسبنا، المير يسبنا، الوالي يسبنا، الوزير يسبنا. ولا ما عجبتكمش البلاد روحوا اون دور دو الجيري. سمعناها في الألفينيات، وكان نفس الخطاب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. La réalité, الحقيقة est que la pratique de la torture est virtuellement inscrite dans la logique de ces appareils mêmes. التعذيب مكتوب في اللجان، في جينات هذه الأنظمة السياسية. هؤلاء الناس الذين رفعوا السلاح ضد المستعمر الفرنسي أحلوا لأنفسهم استعمال العنف ضد المواطن الجزائري. لماذا؟ لأنه في قرارة نفسه يقول لك أنا اللي خليتك حر، كنت خماس وجعلت منك مواطنا تعيش في حرية في جزائر ديمقراطية شعبية. أنا دونك نسمح لنفسي أنني أعذبك، ونبرر لنفسي هذا التعذيب، ونقول بلي أنت راهي تسير فيك أيدي خارجية. ما الذي تغير؟ لا شيء. Quand les masses sont exclues de la vie politique، عندما يغيب المواطن من الحياة السياسية. من 62 والأفلان يحكم فينا. شكون منين جاء هذا الأفلان؟ جاء من جبهة التحرير الوطني. هذه الجبهة التي أسسها كمشة من الجزائريين باش يحرروا البلاد. من بعد جيش الحدود جعل منها حزبا، ولات حزب جبهة التحرير الوطني، زادوها كلمة، احنا ما بقناش، ولينا حفظنا عن ظهر قلب أن جبهة التحرير الوطني هي حزب جبهة التحرير الوطني. alors que non، جبهة التحرير الوطني هي جبهة التحرير الوطني. كان من المفروض أن تدخل إلى المتحف في 62 وتبقى أنيقة طاهرة يخلدها التاريخ بأنها جابت لنا الحرية ورفعت السلاح ضد المستعمر الغاشم. نو، حبوا ينجسوها وزادوها كلمة من أنجس الكلمات، حزب جبهة التحرير الوطني. Quand les masses sont exclues de la vie politique, aucune garantie n'est offerte aux citoyens de ne pas être torturés. عندما يغيب المواطن من لا شوز بوليتيك، من الحياة السياسية، ما كاين حتى ضمان يضمن لك أيها المواطن أنك لن تعذب. واليوم في 2023 المواطن الجزائري يعذب بالكلام، بالسب، بالضرب، بالنهب، بالقهر، بالتخويف، بالتعنيف، بالترهيب. عندما يجيبوا ان جورناليست كما قاضي إحسان ويخرجوه مينوي من دارو بلي منوت، هذا تعذيب نفسي له ولعائلته. عندما يجيبوا قاضي إحسان منوتي في لي لوكو تاع راديو منوتي، هذا تعذيب نفسي للإعلاميين. تبقى لهم صورة راسخة في أذهانهم، عندما يجوا يهضروا تولى الميكرو يتذكروا باللي مديرهم عنف وجاو في المونوت، دونك أنا كي نهضر واش راح يديروا لي؟ شفتوا؟ هذا تعذيب نفسي.
لسنا بحاجة أن يعذبوننا بالشحواط بالبوندو وبلا بينوار وبالتريسيتي. نو. كل الأمور التي تقوم بها هذه المنظومة التي لم تخرج من رحم الشعب تقدر تعذبك. لماذا؟ لأن ما عندها شرعية، والشعب مغيب من التسيير السياسي. Les textes officiels، النصوص الرسمية، redeviennent un simple vernis qui ne cache même pas le peu de respect qu'on accorde aux libertés fondamentales les plus élémentaires. وش معناتها؟ معناتها باللي نصوص الدستور تصبح بنتورة، فيرني لتجميل فقط. كل المواد تاع الدستور إنما وضعت باش تعيش مليح، باش المواطن يكون مواطن عنده حقوق وواجبات، حر طليق، عندك الحق باش تسافر، عندك الحق باش تروح تسكن وين تحب، عندك الحق باش تروح للشارع tu investis la rue، عندك الحق. القانون الدستور يسمح لك باش تخرج للشارع وتقول أيها المير أنت سراق، أيها الوالي أنت كذاب، أيها الوزير أنت غير عادل، أيها الرئيس أنا ما خيرتكش. وكل هؤلاء المسؤولين وش يديروا حينها؟ عليهم أن يطأطئوا الرأس. لماذا؟ لأنهم خدم عند المواطن. من يقول هذا؟ الدستور. لكن عندما يصلوا إلى الحكم كمشة من الناس ما اختارهمش الشعب، كل هذه النصوص وش تولي؟ تولي ان فيرني. شتو الفيرني هذاك تاع لي رج دي زونغ اللي يديروه البنات؟ هكذاك أصبح الدستور تاعنا. عفسوا بن بلة وعفسوا بومدين وعفسوا الشاذلي وعفسوا بوضياف وعفسوا زروال وعفسوا بوتفليقة وعفسوا كل من جاء من وراه، واليوم تبون راهو يعفس فيه. لماذا؟ لأنهم سي ان فيرني، ما يخافوش منه. وقتها يخافوا من الدستور عندما يوصلهم الشعب فوق. عندما يوصلك الشعب للسلطة تولي تخاف من الشعب. لماذا؟ لأنه هو اللي وصلك وهو اللي خرجك. لكنه وصلتهم إلى أعلى هرم السلطة الكاسكيطة. إذن يخافوا من الكاسكيطة ولا يخافوا منك؟ طبعا ما يخافوش منك. هذا لا بريفاس كتبها حسين زهوان، رفيق الدرب وصاحب الزنزانة للأستاذ بشير حاج علي. مقدمة أخرى كتبها مؤرخ جزائري معروف، يهدر على سجنه وتعذيبه. Mon arrestation remontait déjà à 15 jours avec Boualem Makouf, Haïdar Hassani ou Hamida Djazouli. Nous étions au secret, isolés, dans des cachots hermétiquement fermés, sans aération aucune. C'était le mois d'août. في الموا دوت كانوا حاطينهم في الكاشو كي الحيوانات، الماء يسيح من الحجر والفيران يلعبوا. C'était le mois d'août. Nous étions dans de véritables étuves. L'eau suintait sur les murs, en proie à des coliques néphrétiques et à des rhumatismes intercostaux, séquelles d'une tuberculose. Avisé de mon état de santé, le colonel Chabou vint me rendre visite pour me demander de mettre un terme à la grève de la faim. الجزائريين كانوا يديروا لا غريف دو لا فان وقتها في 1963 1964 1965 ودي الجيريا راهم ماشيين لا غريف اليوم في 2023. ما الذي تغير؟ لا شيء. لماذا؟ لأن كل الناس الذين وصلوا إلى السلطة ما خرجوش من رحم الشعب. إذن كل النصوص الدستورية فيرني وبنتورا. واش قال له Colonel Chabou? Nous ne sommes pas responsables de votre arrestation. لسنا مسؤولين عن تعذيبك وعن محاكمتك وعن اعتقالك. الناس اللي يجيو يهضروا عليك معك في الكاشو في الحبس وش يقولوا لك؟ احنا خاطئين. والله احنا خاطئين والله. راه كم من مرة حكموني لا بوليس، دي كوميسير دي يوتمون تاع لا بوليس ويجيو يشيخوا ويقولوا لي والله احنا خاطئين. نقول لهم مو على راني لا انا والله ما على بالنا. عيطونا قالوا لنا ما تخليوش يروح يدير مانيفستاسيون مع لي جورناليست عندما كنت في الجزائر. كم من مرة
كلما دخلت إلى خطرة حكموني لا بوليس. تخيلوا، باسكو الجزائريين عطاوني أمانة كتب وديسان انيمي وهدايا، قالوا لي اديهم للأولاد المرضى بالسرطان. ديتهم للأولاد المرضى بالسرطان، ودرت لايف وقلت لهم يا أرباب الأعمال توم لي زوم دافير، هذا المركز راهو محتاج لترميم، جيبوا لي جوي الأولاد وبيانهم ما عندهم شنو يرقدوا وماتهم ما عندهم شنو يرقدوا. 5 دقائق بعد اللايف جات طوموبيل تاع لا بوليس فيها 15 بوليسي، نصهم أشغاث أغبر، ماهمش غاسلين سنيهم دوبي 25 ans، صبابطهم مقطعين. قال لي أعطيني التليفون، قلت له ما نعطيكش التليفون. أعطيني التليفون، قلت له ما نعطيكش التليفون حتى نجيب لي ورقة من عند الجوج. فبهت الذي كفر. لماذا؟ لأن من عادته أن يقول له المواطن نعم سيدي هاك. قلت له والله ما تدي التليفون وتجيب الوزير تاع الداخلية، كان ما تجيبليش ورقة. قال لي ما لا نحي اللايف اللي كنت تدير فيه. ما لا قلت له كنت تتفرج في الفيسبوك، ما كنتش تدير في خدمتك. ساعة هما يقولوا لي واش راك دير هنا، وانا نقول لهم جبت الكادوات للأولاد مرضى بالسرطان. رهبوني ورهبوا الناس اللي كانوا معايا ورهبوا الفرمليات ورهبوا الأولاد الذين ما فهموا والو، حاكمين هكذا متشتبثين بهذوك الكادوات وقاعدين يتفرجوا هما وبيانهم وماتهم. ومن بعد داوني للكوميسارية، وفي الكوميسارية واش قالوا لي؟ احنا خاطيين. جاتنا مكالمات انا شفتك البارح تهضر في الجامعة، واحد عنده 2 نجوم وماسي شما بالكو، قال لي شفتك البارح تهضر مع واحد 2 ستوديون في الجامعة. ومن بعد قلت له ما عنديش الحق باش نهضر مع 2 ستوديون في الجامعة. لا انا نتبعوا فيك يعني. هذه قبل أن يخرج شباب الجزائر في الحراك، باش نقول لكم باللي الناس اللي في السلطة دائما يبروا لك العنف والكذب والتعذيب النفسي والجسدي باللي هما خاطئين، ألورك هما أداة في يد هذا النظام. كان ما تجيش انت يا أيها الكوميسار وانت يا أيها اليوتنو لحكمت هؤلاء الناس الذين كانوا يتكلمون مع الشعب الجزائري، النظام يكون عريان لكنه يتدرج من وراكم وانتم على بالكم. ولماذا راكم ساكتين وراكم تديروا في هذا الامر؟ خبزه. واش قالوا؟ قالوا احنا خاطئين، نو سون با ريسبونسابل دو فوت ارستاسيون. بومدين نيتي با او كورون. لا رئيس، لا رئيس اذا بومدين ما على بالوش باللي كاينين مواطنين محكومين ويعذبوا فيهم. دونك كاينه اون بوليس باراليل، دونك هناك سلطة موازية، دونك ما كاينش القانون. دونك نصوص الدستور واش ولات؟ فيرني بنتورا يعفسوا عليها. لو ريسي دو بشير حاج علي فيان او دولا دو لي بروف بيرسونيل. هذا الكتاب اللي راني نقرا لكم فيه مش فقط تجربة شخصية لهذا المواطن الجزائري. nous ramener à une appréciation démystificatrice, quand bien même serait-elle douloureuse, des réalités de notre pays. احنا عندنا ميت سيكوريتي ميليتير جنرال توفيق وراهم يعذبوا، وكاينه والله ما كانش ولاحوا لهم المصالح، وكاينه والله ما كانش راهم يضربوهم في الشيفونه، كاينه والله ما كانش. هذا الميت هذا هما ils l'entretiennent. بريميرمون باش يخوفوك، دوزيامون باش يقول لك ما كانش. لو جورجي يقول لك ما كانش، نو سيتي ان ميت. رب تزير، نو سيتي ان ميت. الشعب برك خواف. لكن هذه التجارب كلها تصب في خانة واحدة، أن هذا النظام عنفي ولا يقبل بالحوار، لن يقبل أبدا بالحوار. لماذا؟ لأنه غير شرعي، لأن المواطن ما عطيتلوش لوكازيون من 62 حتى ل 2023 باش يخير من يحكمه. Nos structures sociales continuent à véhiculer des comportements et des pratiques d'un autre âge. Comportements et pratiques perpétués par des couches dirigeantes, forgées dans la violence, exclusivistes, rompues aux méthodes du centralisme bureaucratique, hantées à tous les échelons de la hiérarchie par la peur
دي لوندومان، أنظمة تخاف من شعوبها، وعندما تخاف هذه الأنظمة من شعوبها لازم تولي تخوفها، لازم تعذبها نفسيا وجسديا. Le chemin du salut passe par le triomphe des libertés démocratiques. لن يتغير حالنا حتى تنتصر الحريات الديمقراطية. لن يتغير حالنا حتى يختار الشعب من يحكمه. لن يتغير حالنا حتى يرجع الأفلان إلى مكانه الطبيعي، المتحف وكتب التاريخ. شكون يكتب هذه المقدمة؟ محمد حربي، Alger le 3 novembre 1963. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. عندما تقاوم أعلم أنك حي. أول جملة بدأ بها بشير حاج علي الكتاب تاعو، وهذا الكتاب هذا اللي راهو هنا عندنا كتبوا حاج علي في الماصة تاع القارو. كان يكتبوا فوق الماصة ويفرغ القارو ويقلب فيه القارو ويعطيه لمرته باش تقراه. خرج كلونديستينمون من لومباس، من سجن باتنا اللي عقب فيه أشهر وسنين بشير حاج علي. خرج منهك القوة، عنده الروماتيزم، عنده بليزيور بنوموني. لماذا؟ لأن النظام أراد تدمير المثقف الجزائري. Une merveilleuse voix de contralto venue des profondeurs du Nil emplit le silence pesant. راهو يحكي على الليالي تاع السجون في لومباز. Un appel tardif à la prière s'élève, ponctué par un bruit sourd de bottes, cisaillé par le va-et-vient des verrous à bout de nerfs. Le cœur chavire, chacun s'attend au calvaire. Un homme ou une femme va être soumis dans un moment à la question. عندما يتحدث البشير حاج علي على la question معناتها هو التعذيب. كانوا يسموها لا كيستيون بيناتهم. يقول لك في الليل ونسمعوا لابيل على بريير تاع الفجر ونسمعوا لي بوت كلي راهو يحكي على لي سولدا تاع النازي، على بالنا باللي هنالك المفاتيح سوف تدخل في زنزانه، في باب زنزانه ما، ويخرجوا منها رجل ولا امراه باش يديوه للسؤال للمساءله. Un cri de bête étrangement humain. Un cri de bête، صراخ حيوان لكنه عجيب كصراخ الإنسان. الإنسان عندما يولي une bête يعيط يصرخ من التعذيب وكأنه حيوان. يريد بشير حاج علي أن يصور لنا هذاك المناخ تاع التعذيب. Perce les murs épais de la cave grise et nous glace, à demi étouffés par la masse élastique d'une cacophonie assourdissante. Un haut-parleur يديروا لهم haut-parleur بس ما تشبعش العياط تاع الناس اللي راهم يعذبوا فيهم. Au maximum de sa puissance, tente de couvrir les cris. L'enfer est allumé. لقد فتحت أبواب جهنم. Il fonctionne et les yeux de ses servants sont injectés de sang. Nos tortionnaires s'adonnent immodérément à l'alcool. عيون هؤلاء الناس اللي كانوا يعذبوا فيهم عيون انجكتي دو سون، فيها الدم الأحمر الذي اختلط بالكحول. قال لك هؤلاء الناس الذين يعذبوننا ils s'adonnent immodérément à l'alcool. يسكروا باش يعذبوا الجزائريين. كلما وقفوني لابوليس في مدينة جزائرية، كلما أدخلوني إلى الكوميسارية، كلما حكموني في المترو، والله منعوني من المشاركة في مسيرة، إلا حتى في أبواب المساجد دخلوا من ورايا سكارة. ويجي لك يقول لك ها تحب نعطيك البشطولة، نعطيك البشطولة، ناكل معاك. هما سكارة. حتى أن شرطي جا لي سكران يوم الجمعة قال لي غاني ما تروحش تصلي الجمعة، راح يديوك مورا الجمعة. نحكي لكم هذه في 2019. كل الأمور اللي صارت في 1965 صارت في 2019 ولا زالت تصرى في بلادنا. لماذا؟ لأن السلطة
باقية بالعنف. Nous sommes dans l'Algérie indépendante, نحن في الجزائر المستقلة, encore toute marquée par le supplice et les crimes des folks et des charbonniers. مازالوا لي طراس تاع التعذيب تاع هؤلاء الفرنسيين، مازالوا لي طراس على الكور تاعنا، على أجسادنا. Les folks et les charbonniers algériens leur ont succédé. لكن جاو زبانية جدد جزائريين من شحمنا ولحمنا يعذبوا فينا أكثر مما عذبتنا فرنسا. Le lieu de supplice مكان التعذيب parmi tant d'autres من بين العديد من الأماكن et dans la banlieue algéroise في ضواحي العاصمة. Il est entouré d'arbres, d'oiseaux et de barbelés. كاين الشجر وكاين العصافير وتزقزق وكاين كذلك الشباك والبربل في البربلي. Il est situé dans un quartier résidentiel, non loin des somptueuses villas des ministres Boumaza, co-auteur de la gangrène et Bitat, dont j'ai évoqué la figure dans la complainte de Baba Arrouch. راهو يقول لنا بلي المسؤولين بومعزة وبيطاط راهم يسكنوا ثم، بس حنايا كنا نعذب على مرمى حجر من مساكنهم من لي فيلات تاعهم. L'installation française a été conservée. كل الأمور اللي بناتهم فرنسا في تلك الأماكن تاع التعذيب خلوهم، شاليمو ولا بنوار ومن يدري même الشيفونة خلوها. De là à évoquer l'héritage colonial, il n'y a qu'un pas. À leur décharge, il faut dire que nos tortionnaires n'ont pas osé le franchir. Ils n'ont jamais fait allusion à la Gégène des parachutistes français. On les comprend. Cherchant une justification à ces réactions de chat sauvage, la Guap m'a dit un jour, si tu travaillais un mois ici, tu serais aussi sauvage que nous. يقول لك سوا هذه الخدمة، هذا هو الخبز تاع الأولاد، سوا أنتم يسيروا فيكم الأيادي الخارجية، بصح كان تجي تخدم لهنا شهر تولي كيفنا. أروح عذب الجزائريين ان موا تولي ان مونستر كيما احنا. Les nazis l'utiliseront à une échelle démentielle et Massu l'érigera en système au grand jour dans la bataille d'Alger en 57-58, mais à la minute même où l'Arbi Ben Mehdi, Maurice Audin, Ali Boumendjel succombaient aux sévices dans des caves parisiennes et dans certaines maisons de la Casbah d'Alger, des hommes se réclamant du FLN torturaient les contre-révolutionnaires du MNA ou des Harkis et inversement. Tandis qu'on égorgeait des révolutionnaires intellectuels ou communistes dans certains maquis pour leur seule qualité intellectuelle ou communiste et qu'on coupait le nez de villageois pour des motifs souvent futiles. راهو يقول لنا باللي التعذيب ما خطاناش ابدا، موش وليد الاستقلال، موش وليد حفنه من الناس كانوا في تونس والمغرب وجاوا باش ينتقموا من الحركه الوطنيه، من اليساريين، من الاسلاميين، من الخوانجيه. Non, la torture est une mode qui existait déjà حتى في وقت الثورة. كانوا يعذبوا الناس لأنهم من الحركة الوطنية، كانوا يعذبوا الناس لأنهم كانوا يشموا، كانوا يعذبوا الناس لأنهم كانوا يتكيفوا، كانوا يعذبوا الناس باسكو جاتهم ورقة يقولوا لهم هذو من فرنسا. 2500 مثقف جزائري قتلوهم في 24 ساعة بعد تعذيبهم طبعا. Condamner les portes des caves noires, détruire les tuyauteries, arracher les fils, rendre aux pioches leurs manches, certes, mais il est tellement aisé de refaire les gestes contraires. Les racines du chancre seront extirpées si le peuple dresse l'oreille, ouvre les yeux, parle haut. لا يمكننا أن نقضي على هذه الممارسات إذا لم نقضي على الذهنيات. ما نقدرش نقضيو على هذه الذهنيات وحنا ساكتين. سنقضي على هذه الذهنيات وعلى هذه الممارسات وعلى هذه السياسة كيف؟ عندما نفتح آذاننا وأعيننا ونهضر. Si le peuple dresse l'oreille, ouvre les yeux, parle haut, تهضر فور
ماشي تخبر. il ne faut pas chuchoter la vérité. la vérité لازم لها صوت عالي مش منخفض. ماشي اذهب أنت وأخوك وقاتلا إنها هنا قاعدون. الكثير من الجزائريين كانوا يتفرجوا في الشباب الجزائري طيلة الحراك، يجيو يتلموا في 20 ويتفرجوا في الحراك، والحراك يروح يدير مسيرات ويعيط ويدير مناشير ويحارب عصابة، وفي آخر النهار هما يديروا لو ريزومي، شتا مشاو من هي وعيطوا من هي، واليوم ما كانش كما الجمعة اللي فاتت، أبقى على خير ويتلاقوا الجمعة الجاية ويزيدوا يتفرجوا في الناس. هذوك لا ربح الحراك رانا معاك ولا خسر الحراك، ها واش درت؟ درتوا والو، نبحتوا والقاي جاب لكم تبون. هذو من الناس الذين يسقون تلك الذهنية التي تسمح بتعذيب الناس. Isolé du monde des hommes civilisés dans un océan de souffrances atroces et de tourments déchaînés. J'ai eu l'occasion de mesurer les effets de la pression du peuple. Une fois qu'il a su, même s'il reste passif, et il finit toujours par savoir. Abraham Lincoln concluait sa fameuse apostrophe ainsi: on ne peut tromper tous les jours, tout le temps. لا يمكننا أن نكذب على العالم طيلة الوقت، والله كل الوقت. كذبوا علينا باللي بوتفليقة سي لوم دو كونسنسوس، كذبوا علينا باللي بومدين هو الذي سوف يبني الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة مفردة كانت تستعمل حتى عند الفرنسيين عندما كانوا يكذبوا على الشعب الجزائري ويقولوا لهم رانا فهمناكم اون فا كونستروير اون نوفيل الجيري، وهذوك اللي فلاقة سي دي تيروريست. كذبوا علينا عندما قالوا لنا باللي الشاذلي بن جديد خرج من رحم الشعب، هو خرج من رحم الأفلان. كذبوا علينا عندما قالوا لنا بوذياف هو المنقذ وهم يعلمون أنهم سوف يقتلونه بعد 6 أشهر. كذبوا علينا عندما قالوا لنا باللي زروال فوت عليه الشعب والعسكر هو الذي فوت عليه. كذبوا علينا عندما قالوا لنا باللي بوتفليقة سوف يوصل الجزائر إلى بر الأمان. 20 سنة بعد ذلك أوصل كل وزرائه إلى السجن، وأوصل الدينار الجزائري إلى مكان لم يتقهقر إليه أبدا. نفس الشيء راه يحدث. خليه تبون يخدم. كل هذه الذهنية هي التي تساند هؤلاء الطواغيت الذين يعذبون الناس. حتى ما يعذبكش جسديا أو يعذب فيك معنويا، ويقول لك باللي العام الجاي نزيد لك 400,000، والأخرين هذوك المثقفين اللي راهم يقريو في ولادنا نزيدوا لهم 800,000. تولي انك تقول قابل لي 400,000 20 أورو و800,000 $40. في نفس الوقت زاد لك $40 أيها المواطن الجزائري، وزاد العسكر 23 مليار دولار. معناها باللي العسكر ألف مرة خير منك أيها المواطن. لماذا؟ لأنه هو اللي جابني للسلطة. والدليل على ذلك أن شنقريحة رئيس الأركان كان متواجد عندما أمضى تبون قانون المالية تاع 2023. قانون المالية اللي لازم الحكومة والوزراء، هو مش وزير، لا جا باش يفيريفي. هذيك الكمامة اللي تديها العسكر لازم تبقى كمامة تاعنا. لو بيدجي دو لارمي والبيدجي دي بريزيدونس ولا ان سكري. واحد ما يقدر يهز يدو في البرلمان ويقول وعلاه راكم تصرفوا 4 ملاير في النهار في الدار هذيك اللي عايش فيها تبون. ما يقدروش. البرلماني إنسان اختاره الشعب تحت قبة البرلمان باش يوصل هموم الشعب ويدافع على أموال الشعب. لكن بوتفليقة جعل من هذا الفضاء فضاء واسخا للمال الفاسد يمرر فيه
مطالبه وأهواءه. وتبون الذي هو أضعف بكثير من بوتفليقة جعل من هذا المكان مكانا واسخا للأفكار يمرر فيه إرادة الجيش، وهذا أدهى وأمر. D'où j'écris ce texte. منين راني نكتب في هذا الكتاب؟ Je suis prisonnier à la merci des hommes que j'accuse et du système que je condamne. Je les connais. Je sais le prix qu'ils donnent à la vie d'un homme. هؤلاء الناس الذين سجنوني أعرفهم ويعرفونني، وأعرف قيمة الإنسان في أعينهم. Je sais les risques courus. Ils ont mille et un moyens de me supprimer ou de donner des explications correctes un jour. Nous pouvons faire un procès verbal d'évasion. نقدروا نديروا نكتبوا بلي راك هربت، كما داروها للكثير من الإسلاميين، يحكموهم يقتلوهم ويطيشوهم برا ويقولوا العائلة تاعهم أنا حكمناهم برا هربوا قتلناهم. Te faire condamner à mort par contumace, procéder à ton arrestation 2 mois après et te faire fusiller légalement. Ils peuvent me torturer de nouveau. On peut te fusiller légalement. نستطيع أن نصفيك جسديا قانونيا. Les cellules sont petites. الزنازين صغيرة، étroite, froide, باردة، mal aérée، ما فيهاش الأكسجين، sans fenêtre، بدون نوافذ، souvent humide، دائما مشمخة و humide. Chaque prisonnier y vit seul, porte fermée jour et nuit. باب مسكر ليل ونهار. Les premiers jours, il en sort les yeux bandés, toujours flanqué d'un gardien armé. Aux toilettes, au robinet, dans les couloirs, aucun détenu n'a rencontré un autre. La cellule 0, زنزانة رقم 0, est une sous-pente. فيها 1.20 m على 50 cm dans sa plus petite hauteur. On y étouffe littéralement, ما نقدرش respirer. Elle rappelle le cachot de l'émir de Boukhata, faisant mourir à petit feu ses prisonniers avant la révolution d'octobre. كتاب صغير لكن فتح لنا أعيننا على هذه السياسة المنتهجة من طرف الدكتاتوري وأزلامه لإسكات أصوات الحق، l'arbitraire، التعسف. حكمنا بالاربيترير، حكمنا بسياسة التعسف والإرهاب والقهر والظلم والإسكات. لماذا؟ لأننا ساكتين. تحت راسي، لأننا مأمورين نعذب فيكم باسكو هذه لقمة عيشنا. لن تتغير أحوالنا إذا ما رفضناش l'arbitraire. بشير حاج علي، لا بوتيه لا مير. مستحيل تلقاو هذا الكتاب لأنه أنا حوست عليه عدة أشهر، لقيت عند واحد مواطن هو اللي بعثوا لي. بارك الله فيكم خاوتي، بقوا على خير.